فقدان العضلات المفاجئ بعد سن الستين. هل لاحظت كيف تضمر عضلاتك بسرعة على الرغم من نشاطك وتناولك الطعام الصحي واتباعك تعليمات طبيبك؟ قد تشعر بثقل عند النهوض من كرسي منخفض أو حمل البقالة أو تحريك ساقيك. أنت لست وحدك. الأمر ليس مجرد تقدم في السن. الجميع تقريبا فوق الستين يرتكبون هذا الخطأ الغذائي عن غير قصد، مما يؤدي إلى فقدان العضلات بانتظام. ينتهي هذا الفيديو بالعنصر الذي نادرا ما يستخدمه من هم فوق الستين بشكل مناسب. على الرغم من أنه يزيد العضلات أسرع من التمارين، قلائل من الأطباء يذكرونه. آمل أن يغير هذا الحدث حياتك كما غير حياة مرضاي. ذلك الاختفاء الصامت يغير كل شيء. ما هي السمة الأكثر لفتاً للانتباه في أجسام كبار السن؟ المرض، التعب المستمر، وضغط الدم لا تعتبر. فقدان العضلات اليومي بالكاد يلاحظ. يصبح النهوض من الكراسي المنخفضة أصعب، حقائب التسوق تثقل، ثم تتوقف ساقيك عن العمل. عدم الاستقرار يقتل الاستقلالية. القوة، الوجود المستقل يتطلب قوة. فقدان العضلات بعد الستين ليس تجميلياً، يتسبب في السقوط. السقوط يكسر العظام. تشير الدراسات الجيرونتولوجية الكبرى إلى أن كسور الورك تضاعف معدل الوفيات في السنة الأولى. لنبدأ ببساطة. جسمك يتوقف عن صنع أنسجة جديدة ويدمر القديمة بنشاط. السبب بيولوجي وليس خبيثاً. هرمونات البناء تنخفض. الخلايا تفقد حساسية الأحماض الأمينية. تخليق البروتين يتباطأ. إحدى أكبر الدراسات الأمريكية وجدت أن كتلة العضلات تنخفض بنسبة 1% بعد الستين و3% بعد السبعين. هل تتخيل؟ 3% سنوياً. قوتك تتضاءل. قلائل يعرفون أن العضلات يمكنها التعافي في أي عمر، حتى السبعين، حتى الثمانين. مع التغذية السليمة والأحماض الأمينية، يمكن لكبار السن مضاعفة إنتاج البروتين 3 مرات. بحث من جامعة ماستريخت يدعم هذا. النقطة المهمة: اللياقة البدنية ثانوية بالنسبة للتغذية. معدات كمال الأجسام تستخدم للتدريب. مريضة ضعيفة تبلغ 78 عاماً بالكاد تستطيع رفع غلاية. قصتها غير ذات صلة. كشفت البيولوجيا. بعض الأكل المنتظم يمكنه تغيير عضلاتك. موضوعنا اليوم هو لماذا وما الذي ينجح. لا تتوقع سحراً فورياً. عضلات الجسم وليس المشاعر. لا عمر الضار. النقص هو الذي يؤذي. جسمك يستهلك نفسه بدون طعام. أولاً، ماذا يأخذ؟ عضلاتك. معظم الطاقة تذهب إلى العضلات. نظام غذائي صحي يمنع استخدام العضلات كوقود طارئ. يعيد بناءها. لماذا هذا الموضوع مهم الآن؟ لماذا هذا الموضوع ذو صلة الآن؟ كل عقد يجعل العلاج أصعب. الدعم العضلي المبكر يساعد على الهدوء والمشي بثبات والتحكم في ضغط الدم والسكر. العضلات القوية هي عمالقة التمثيل الغذائي. جزيئات الإشارة تنظم الجلوكوز، الهرمونات، والذاكرة. فرن الطاقة يتوقف عندما تفقد العضلة. الحياة تعود عندما تعود. من فضلك، استمع وجرب. سأشرح في نهاية هذا الفيديو الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه معظم الأفراد والذي يتسبب في فشل شهور. إذا تم تعديله بشكل صحيح، تبدأ التغييرات في 3-4 أسابيع. بعد الستين، المشي، مصافحة اليد، وضعف الصباح تتحسن في غضون شهر. أكمل الاستماع. تجنب التأخير. اعتقد أنك مؤهل. تشمل العلامات عدم القدرة على الوقوف، التعب، وانكماش العضلات. اشترك في القناة واعجب بهذا الفيديو لمساعدة الأشخاص اللي ما بيريدون الاعتراف بالضعف. الأفعال الصغيرة بتساعد الآخرين على البقاء. العدو الخفي، مقاومة البناء بعد الستين. أذكر الناس إنه السن لا بيتسبب في تدهور العضلات أسرع مما بيعتقدوا. الجسم بتوقف عن استخدام البروتين بكفاءة عند الستين. ضد البناء. البروتين المهضوم بالكامل ذو القيمة البيولوجية العالية مش مجرد شيء بيحتوي على بروتين، ولكن البروتين اللي ممكن لجسمك التعرف عليه بسرعة واستخدامه لبناء العضلات. هو أول منتج بيغير هذا.
مهم لأنه السن بيقلل من حساسية الأحماض الأمينية. تخليق بروتين العضلات بيحتاج إشارات. الإشارة الرئيسية اليوسين. اليوسين غالباً ما بيكون مطلوباً لنمو العضلات. جسمك ما بيمكنه التعافي من المشي، الرفع أو التمرين. أظهرت الجمعية الأمريكية للجيرونتولوجيا إن البالغين فوق الستين بيبدؤون تخليق البروتين بعد 2.5 جرام من اليوسين في كل وجبة. هذا بهم. محفز اليوسين بروتين حيواني عالي الجودة. البروتين الحيواني الغني بالليوسين عالي الجودة يتغلب أولاً على المقاومة المرتبطة بالعمر. ليس مجرد أكل المزيد من البروتين. البيض، السمك، الدواجن الخالية من الدهون، الجبن القريش الرائع، والأجبان، خاصة البيض. بيض الدجاج الكامل يحتوي على أحماض أمينية تنعش العضلات المسنة. كثير من فوق الستين يتجنبون البيض المحمل بالكوليسترول. العلم الحديث يظهر أن الكوليسترول يؤثر على مستويات الدم أقل مما يفترض. مكاسب عضلية كبيرة. حوالي 1 جرام من الليوسين لكل بيضة. فقط احسب، بيضتان للإفطار تساوي نصف عتبة تخليق البروتين. الجبن القريش يزدهر، البناء يبدأ. هذا المنتج. لماذا نبدأ؟ هذه الطريقة أسهل، الأكثر سهولة، ومثبتة علمياً. لا حاجة لتجديدات مكلفة أو تصميمات معقدة. مواد طبيعية سهلة الامتصاص. بروتين المحفز مهم. فقط البروتين الغني بالليوسين يبني العضلات. البروتين الكامل مع عتبة الليوسين يزيد تخليق بروتين العضلات بنسبة 60% في الأشخاص فوق 65 خلال 24 ساعة وفقاً لجامعة تورنتو. فرق هائل. أنا دائما أوصي ببروتين الإفطار، لا كعكة غنية بالبروتين، شاي، بسكويت أو عصيدة. عضلات الصباح تحتاجه. في الليل الجسم يستخدم الاحتياطيات، يكسر الأنسجة بدون مواد بناء. في الصباح إفطار مغذي يغير بيولوجيتك. الإفطار يجب أن يحتوي على 25-30 جرام من البروتين لمدة أسبوع لجميع المرضى. تغيير واحد صغير يبرز. ضعف الصباح يختفي. الخطوات أسهل، والإرهاق يزيد ببطء. نشاط عضلي طبيعي. المنتج الثاني الجبن القريش حامي الليل. بعد أن يتطلب نمو العضلات البروتين، تصبح أوقات الوجبات أكثر تحدياً. تخليق بروتين يشبه الموجة. بعد ساعات صعود وهبوط. نقص الأحماض الأمينية يسرع انهيار العضلات. استعادة العضلات بعد الستين تستمر مع مصادر بروتين تدريجية. مقلل من قيمته. بروتين المساء طويل المفعول، الكازين، يهضم ببطء وبانتظام، مما يوفر للعضلات أحماض أمينية لمدة 6-7 ساعات. لماذا هذا مهم لكبار السن؟ لأن ضعف العضلات الليلي يكون في أعلى مستوياته بعد الستين. الجسم يبحث في أنسجته عن أحماض أمينية بعد عدة ساعات بدون طعام. يبدأ بالعضلات. كبار السن يفقدون العضلات أثناء الليل بسبب الانحلال. قبل النوم، باحثون من جامعة ماستريخت أطعموا من فوق 70 الكازين. تخليق بروتين العضلات خلال الليل ارتفع بنسبة 22%، والتحلل تقريباً انخفض إلى النصف. أحد أقوى الأدلة على أن البروتين الليلي ضروري لاستعادة القوة بعد الستين. البحث عن مواد متطورة لا فائدة منه. الجبن القريش العادي هو كازين، بروتين بطيء، شعبي وفعال. الشيخوخة تتعامل مع البروتين بشكل سيء على نطاق واسع، تحتاج شحنات متكررة وصغيرة. الجبن القريش الليلي يحمي وليس وجبات خفيفة. حراس الليل يمنعون لمس الاحتياطيات. إمداد مستمر من الأحماض الأمينية يمنع انهيار العضلات. جسمك لا يلتهم نفسه عندما تكون أحماض أمينية الدم كافية. لماذا الجبن القريش؟ لماذا ليس اللحم؟ اللحم يعطي بروتين سريع. الأحماض الأمينية تتغير بسرعة. غداء جودته عالية وبروتين ليلي. الجبن القريش يعمل. ليس خيالاً، البيانات بيولوجياً. بروتين الجبن القريش هو 80% كازين، يقدم أحماض أمينية طوال الليل. لبناء العضلات بعد الستين، تناول 150-200 جرام من الجبن القريش قبل 1-2 ساعة من النوم لمدة 7 أيام، عادة بعد أسبوع.
الانهيار الليلي لا يسبب ثقل الساق أو الشعور بالقطن في الصباح. الفائدة الرئيسية هي عدم وجود انهيار عضلي ليلي، مما يقلل ضعف الصباح. الأسوأ انخفاض الميتوكوندريا. فرق رئيسي آخر بين أجسام الشباب والمسنين: طاقة الميتوكوندريا تنخفض مع العمر. نقص الأحماض الأمينية الليلي يضر الميتوكوندريا. الكازين يحمي العضلات وينشط الخلايا. بحث الجيرونتولوجيا الرياضية يدعم هذا. الكازين قبل وقت النوم: حسن وظيفة الميتوكوندريا. الشيء الثاني الذي يجب امتلاكه هو حماية العضلات، وليس فقط الجبن القريش الليلي. بروتين الصباح، التمارين والمكملات تفشل بدونه. بيولوجياً ليس سحراً. امنع فقدان العضلات بالتغذية أثناء الليل. الثالث، منشط الطاقة الكرياتين. بعد تناول بروتين كافي خلال النهار وحماية العضلات في الليل، يمكن لعضلاتك أن تنقبض، تحمل الأحمال وتتعافى بشكل أفضل. محطات الطاقة العضلية المكسورة تهدر الطعام. الكرياتين غير معروف لكثير من كبار السن. عكس الرأي السائد، الكرياتين ليس مكملاً لكمال الأجسام. مادة كيميائية طبيعية تغير سرعة وقوة انقباض العضلات عند الولادة. طوب البروتين، سلك الكرياتين، يساعد في وظيفة العضلات. الدراسات تكشف أن مستويات الكرياتين في العضلات تنخفض إلى 20-25% من الطبيعي حول الستين، عادة أقل. العضلة تضعف بسبب طاقتها المنخفضة. ATP مطلوب للرفع، المشي، التقاط الأشياء أو الوقوف. ATP يدوم ثوانٍ، لذا الكرياتين يوفر طاقة سريعة. كبار السن ليس لديهم احتياطيات، بينما الشباب لديهم ما يكفي. بدون طاقة، الخلايا تتحلل أسرع، الميتوكوندريا تضعف، الأيض ينخفض، والعضلات تفقد قوتها. بحث الجيرونتولوجيا يظهر أن 3 ملغ من الكرياتين يومياً لمدة شهر يعزز القوة بنسبة 8-15% في من هم فوق الستين. هذه الأرقام هائلة. حتى 5% يمكن أن تجعل كبار السن ينزلون الدرجات بثقة أو يمسكون بالدرابزين. و10% المشي بأمان يختلف عن خطر السقوط. القوة مجرد عامل واحد. كبار السن في جامعة وايمينغ تلقوا الكرياتين يومياً. القوة، كثافة العضلات، سرعة رد الفعل والتوازن تحسنت بدون تمرين، لأن الخلايا اكتسبت طاقة. نقطة مهمة: الكرياتين يساعد كبار السن على المشي والتنظيف. مهم: مصدر الكرياتين: اللحوم الحمراء والأسماك هي مصادره الرئيسية، ولكن 700 جرام إلى كيلو جرام مطلوبة للحصول على 3-5 جرام يومياً. كبار السن الطبيعيون لا يستطيعون. الكرياتين معيد طبيعي للعضلات، موصى به من قبل علماء الجيرونتولوجيا وورلد. تجارب كبيرة فحصت الكرياتين: آمن، لا سكري، لا ضغط دم مرتفع، ولا إجهاد قلب. دعم الطاقة الخلوية يعمل، ليس تحفيزاً. استجابة الدماغ للكرياتين مثيرة للاهتمام. الخلايا العصبية الأكبر سناً التي تعاني من نقص الطاقة تنقل النبضات ببطء، مما يحد التفكير والذاكرة. عمليات مماثلة تحدث في الدماغ والعضلات. البحث يظهر أن الكرياتين يحسن الذاكرة، التركيز، وقت رد الفعل، والمزاج لدى البالغين المسنين. لماذا؟ الأدمغة تحتاج طاقة مثل العضلات. الخلايا تستخدم الطاقة. أنا دائما بحذر المرضى إنه الكرياتين موش للرياضيين. أحد أكثر العناصر الغذائية اللي تمت دراستها في الجيرونتولوجيا: الطاقة مطلوبة للتقوية بعد الستين. حتى مع إفطار عالي البروتين وجبن قريش في الليل، العضلات تعمل ببطء بدون كرياتين. محرك بوقود كاف، ولكن بطارية ضعيفة بيعمل بشكل سيء. كل يوم تناول 3 جرامات من الكرياتين، مو أكثر مو أقل. تجنب الإفراط. من هم فوق الستين يحتاجون الاستقرار. كثير من الناس يجدون المشي أسهل، الساقين تتعافى أسرع، ارتعاش الوقوف بقل، وثقة الخطوة بتزيد بعد 2-4 أسابيع. فسيولوجياً مي سحراً. المنتج الرابع: درع أوميغا 3 المضاد للالتهابات. بروتين كافي، حماية الكازين الليلية، وطاقة الكرياتين تحسن ألياف العضلات. القوة، التحمل، استقرار المشي،
والتوازن طويل المدى يعتمد على هذا. العضلات نادراً ما تحصل على أوميجا 3، لكن القلب يفعل. للكبر، أوميجا 3 يتجاوز الدهون، منظم التهابات قوي، موصل نبضات عصبية، معزز حركة غشاء الخلية، محسن جودة نسيج العضلة. بعد الستين، الالتهاب الداخلي المزمن بيتضاعف 3 مرات. بدون ألم أو حرارة، الالتهاب المستمر بيدمر العضلات. في هذه البيئة، كبار السن لا يستطيعون بناء عضلات بالبروتين. أوميغا 3 يخفض الالتهاب 20-30% وفقاً لكلية هارفارد للصحة العامة، رقم هائل. لماذا يهم؟ المثبت الرئيسي لنمو العضلات لدى كبار السن هو الالتهاب. تقلص الألياف، نشاط الميتوكوندريا، ورد فعل الأحماض الأمينية يتوقف. التهاب أقل يساوي نمو عضلي أسرع. مكملات أوميغا 3 لمدة 6 أشهر زادت قوة العضلات بنسبة 15% وسرعة المشي في الأشخاص فوق 65 بدون تدريب، لأن الخلايا فهمت الإشارات بشكل أفضل وفقاً لدراسة جامعة غلاسكو. أوميغا 3 يقوي أغشية الخلايا ويقلل الالتهاب. نبضات عصبية واضحة وسريعة تنقبض العضلات. الأغشية تتصلب والتوصيلية تقل مع العمر. ارتعاش، صعوبات توازن، وردود فعل متأخرة. نتيجة، أوميغا 3 يهدئ الأغشية، نبضات عصبية أسرع، الثقة بالنفس ووظيفة العضلات ترتفع، يقلل التأخيرات الدقيقة في الحركة بإيقاف تأخر الساق. قلائل يعرفون أن أوميغا 3 يحسن حساسية الخلايا لليوسين. كل وجبة بروتين تعزز تخليق بروتين العضلات، كفاءة التغذية، تعافي من الأحمال المعتدلة. أوميغا 3 يعزز المراحل المبكرة، مثل ضبط آلة موسيقية كانت سيئة ولكن الآن أصبحت منطقية. سؤال مهم: من أين تحصل على أوميغا 3؟ المصادر الرئيسية هي السلمون، الماكريل، الرنجة والسردين. معظم من فوق 60 نادراً ما يأكلون السمك.